وفي الشأن الشرق أوسطي، نشرت صحيفة العرب اللندنية مقالا للكاتب حميد قرامان تحت عنوان الشعب الفلسطيني لا يريد حماس. لنتابع. لعل مشهدية عودة النازحين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى بيوتهم المدمرة وافتراشهم للركام ليكون راويا على وحشية الاحتلال الإسرائيلي من جهة، ومن جهة أخرى على حماقة حماس السياسية والعسكرية التي خاضت بها مقامرة غير محسوبة النتائج بحسابات بالية جلبت تعقيدات أكبر على القضية الفلسطينية. دون مواربة لم يعد كافيا رفع الصوت والاحتجاج والاستنكار، بل تجب محاربة هذه الشوائب التنظيمية التي أنتجتها مشاريع إقليمية منقوصة تريد زعامة الشرق الأوسط، وعدم الانجرار وراء محاولة ابتداع شعبية لها، بل يجب أيضا الوقوف أمام استمرار ممارسة الاستعلاء السياسي الذي أنتجته رؤى فكرية إخوانية عقيمة وصد منهجية تزييف الواقع المرير، بل يجب وقف ربط مستقبل الشعوب والمنطقة بحلم أصبح أبعد من أن يتحقق في ظل الظروف الراهنة، خاصة في ظل وجود إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تسعى لفرض معادلات سياسية تتجاوز دولا وشعوبا في المنطقة بل وفي العالم برمته. الثابت الوحيد اليوم لتجاوز ما سبق من سوداوية الواقع الذي أنتجه الصراع هو عدم السماح للشعب الفلسطيني الذي دفع ثمن الصراع الأكبر بهروب الجناه ومجرمي الحرب من المحاسبة والمحاكمة تحت وهم النصر الذي لم يتحقق. ثابت أصبح يتلمسه الجميع بأصوات الغزيين أنفسهم التي تصدح نقما وسخطا. فمعضلة غزة أعمق من مجرد نشر مجموعات محدودة من عناصر شرطية لإظهار سيطرة وحكم حماس التي لا تملك مقومات مد الفلسطينيين في القطاع لتثبيت صمودهم وبقائهم على أرضهم، مما سيضطرهم عاجلا أم آجلا إلى أخذ زمام المبادرة قريبا لانتفاضة بوجه الحركة وعناصرها التنظيمية والشرطية والبلدية، انتفاضة لن تفاجئ أحدا إلا قادة الحركة الذين يعيشون في أبراج عاجية في عواصم إقليمية. الشعب الفلسطيني لا يريد حماس العاجز عن تأمين احتياجاته والتي تعيش حالة إنكار حقيقية لما تعانيه في ظل المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساته على سكان القطاع، ولا يريد الشعب إعادة إنتاج مقاربات سياسية فارغة لا قيمة لها أمام سحق تداعيات الصراع الذي عاث بمصيره ومستقبله، ولا يريد إتاحة الفرصة مجددا لبنيامين نتنياهو لاستغلال بقايا حماس لاستمرار الانقسام الفلسطيني وحرف المشروع الوطني الفلسطيني عن مساقه السياسي.